الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات، مرحبا. قبل أيام تم استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بهدف اغتياله عبر طائرة مسيرة أو 3 طائرات مسيرة. نجحت إحداها في استهداف منزله. طبعا هذه الجريمة المدانة الطرف الوحيد المستفيد منها هي التيارات الولائية، الجماعات والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران أو أذرع إيران في العراق. معروف يعني لأي متتبع أو باحث للشأن العراقي منشأ هذه التيارات. هذه التيارات يعني بلغت أوجها أو مجدها مع الحرب العراقية الإيرانية، وهي كانت يعني يطلق عليهم التوابين، يعني الخونة من الجيش العراقي أو من المواطنين العراقيين الذين يتم تجنيدهم أو يهربون إلى إيران ويتم تجنيدهم وإعادة تأهيلهم وحقنهم بالكراهية تجاه بلدهم لكي يستهدفوا هذا البلد. هلا هذا لا يفهم منه دفاع عن نظام صدام حسين، لكن ما كان تقوم به تلك التيارات وقت ذاك حزب الدعوة والمجلس الإسلامي الأعلى وفيلق بدر وكل هالتكوينات، هذا لم يكن أيضا فعلا وطنيا، لم يكن سلوكا وطنيا. يعني طبعا هنالك من ضمن الجماعات التوابين هم ليسوا فقط شيعة، هنالك سنة وربما أكراد أيضا، يعني من ضمن التوابين، الجماعات اللي كانت مدعومة من إيران وتشيعت أو إن لم تتشيع أيضا يعني دخلت في خدمة الجمهورية الخمينية الإسلامية الإيرانية. ضد من؟ ضد العراق. جماعات تأسست جذرها وأسها مناهضة ومعاداة العراق لصالح إيران. كيف يمكن أن تساهم في فعل وطني، فعل يعني سلوك وطني يخدم العراق ومصلحة العراق ويرى في العراق بلده الأول؟ طبعا هذا السلوك سلوك مع الأسف يعني موجود في ربما في الفقه الشيعي أيضا، يعني قضية المرجعية وقضية أنه من يدرس العلوم الدينية والفقه الشيعي في الحوزات العلمية ينبغي أن يتخذ لنفسه مرجعا ويتبع هذا المرجع كيفما أراد المرجع. ومعروف أيضا يعني حزب الله اللبناني ولاؤه يعني لنظام الولي الفقيه، ويريد شكل من أشكال نظام الولي الفقيه في لبنان أيضا. إجمالا هذه التيارات الموجودة في العراق رأت في الانتخابات الأخيرة ونتائج الانتخابات الأخيرة استهدافا لدورها ونفوذها ضمن القرار السياسي أو الواجهة السياسية والواجهة التشريعية التي تسمى البرلمان العراقي. هذا أيضا يعني جعل إيران تستشعر الخوف على نفوذها، لأنه حاليا إيران يقود احتلال للعراق. العراق حاليا لا يتمتع بالسيادة الكاملة. طبعا التيارات الشيعية التي كانت تنادي بالسيادة الوطنية وخروج الاحتلال الأمريكي وما إلى ذلك كلام صحيح، لكن لم كانت يعني تلك التيارات لم تقل حرفا واحدا أو كلمة واحدة فيما يتعلق بالاحتلال الإيراني للعراق. الاحتلال الإيراني بالنسبة لديهم مبرر ولا يرونه احتلالا أصلا. يعني
في هذا الخصوص. إذا حدة الأزمة أو الصراعات داخل البيئة الشيعية حاليا يعني في تطور، وممكن يعني أن تؤدي إلى صراع مسلح شيعي داخل المجتمع العراقي. ويعني إن دخل الصراع في هذا المستوى الخطير، لا أعلم يعني مدى لا يمكنني تصور مدى كارثية الوضع في العراق أكثر ما هو كارثي حاليا يعني. لكن الوضع مرشح لأن يصل إلى هذا المستوى من الاحتدام. يعني اللهم إذا تنازلت إيران وأعطت العراق يعني القليل من سيادته الوطنية وقراره الوطني، هل ستتنازل إيران عن ذلك من يعني من نفوذها ومن احتلالها للعراقيين؟ لا أعلم. يعني الانتداب الإنجليزي في العراق والانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان في فترة من الفترات تنازل عن جزء من صلاحيات الحكم والإدارة للحكومات الوطنية التي تشكلت في فترة الانتداب الفرنسي والبريطاني، لكن الإيرانيين لا يتعاملون مع العراق وسوريا تعامل الاحتلال الفرنسي لسوريا وتعامل الاحتلال البريطاني للعراق. لا يتعامل، يعني يا إما نحن أو لا أحد، أو لا عراق أو لا سوريا. هكذا تتعامل إيران الخمينية مع بلدين عربيين شرق أوسطيين في غاية الأهمية، وبل مع يعني لبنان أيضا، يعني من البلدان التي سقطت تحت الحكم الخمينوي الخامنئي الإيراني حاليا: لبنان، سوريا، والعراق. هذا السقوط ربما يعني ينعكس ويتمدد إلى مناطق أخرى. ممكن يعني في العقود القادمة يعني أن نرى إن استتب الأمر للإيرانيين مخاطر على منطقة الخليج وربما على تركيا أيضا. يعني إيران يعني لن تتخلى عن طموحها. إجمالا هذه اللوحة المتلبدة أو المتأزمة على الصعيد العراقي هنالك ما يوازيها ولو بشكل مصغر كرديا، وبالتحديد الاتحاد الوطني الكردستاني. طبعا بطرد لاهور شيخ جنگي وزمرته وأعوانه من الاتحاد الوطني الكردستاني لا يعني أن نفوذ إيران داخل الاتحاد انتهى. لا، ما زالت إيران تمتلك أوراق قوية داخل الاتحاد الوطني الكردستاني. هذا من جهة. طبعا إيران لها أوراق أخرى، لها أوراق داخل التيارات الإسلامية، الاتحاد الإسلامي، الجماعة الإسلامية، كلها التيارات في نهاية المطاف موالية ومدعومة من إيران. إيران لها حضور داخل حركة غوران أيضا، وإيران أصلا تدعم بشكل قوي ومباشر جماعة شاسوار عبد الواحد. إذا إيران ما زالت قوية. عندما نتحدث عن إيران وقوة إيران وفاعلية إيران في تلك المنطقة التي تزعم العلمانية وتزايد على مناطق بهدينان ومناطق أربيل والحزب الديمقراطي الكردستاني فيما يتعلق باليسار والعلمانية والانفتاح، لكنها بشكل أو بآخر تابعة تماما لنظام طائفي ديني رجعي متخلف، يعني قاتل ومتوحش، يعني وأقصد به النظام الإيراني. أثناء يعني نتائج الانتخابات يعني كان هنالك تكهنات. طبعا هذه التكهنات
لم تكن وليدة اللحظة، أنه الديمقراطي الكردستاني فقد الشعبية وفقد الحاضنة ويتحمل المسؤولية يعني لتبعات المضي في قرار الاستفتاء على استقلال كردستان، ويعني من كل هذا الكلام الذي كان يضخ في الإعلام والتيارات التي كانت تضخ هذا الكلام في الإعلام على الصعيد الكردي، حركة جوران والاتحاد الوطني وجماعة شاسوار عبد الواحد، اللي هي نفس المدرسة، نفس الخندق، تفريقات الخندق اللي حفروا وأسسوا الراحل إبراهيم أحمد وجلال طالباني منذ منتصف الستينات وحتى هذه اللحظة. لكن هنالك مستويات، يعني حاليا التيار الأكثر أو الزمرة الأكثر تطرفا فيما يتعلق بمستوى الكراهية والأحقاد والضغينة التي يكنونها للديمقراطي الكردستاني ولآل البرزاني وعشيرة البرزاني وقيادة الاتحاد الوطني، قيادة الديمقراطي الكردستاني حاليا هي زمرة لاهور شيخ جنگي و شاسوار عبد الواحد أو عبد الواحد شاسوار. هذا هو التيار الأكثر تطرفا. طبعا في الضخ الإعلامي اللي كان يستهدف الديمقراطي الكردستاني يقف حزب العمال الكردستاني أيضا بقوة كان يستهدف الديمقراطي الكردستاني والسيد مسعود بارزاني ونجله، يعني إلى يعني بدرجة أقل كان هنالك استهداف لنيتشيرفان بارزاني. طبعا العمال الكردستاني متمرس فيما يتعلق بموضوع الانشقاقات، تعلم الدرس من النظام السوري، تعلم الدرس من الإيرانيين، حاول أن يلعب على التناقضات العائلية أو التناقضات الموجودة داخل الديمقراطي الكردستاني. وسبق أن قلت وأكرر، يعني العمال الكردستاني موجود متغلغل حتى داخل الديمقراطي الكردستاني، على المستوى الإعلامي، على المستوى الأمني، على المستوى حتى على المستوى يمكن الاستثمارات الاقتصادية كمان. سآتي على هذه النقطة. إجمالا الضخ الإعلامي المناهض والمشيطن للديمقراطي الكردستاني، حزب العمال الكردستاني أيضا كان له حصة الأسد في هذا الخصوص. للأسف هذا الضخ الإعلامي وعملية الشيطنة انتقل للإعلام العربي. كل واحد عنده موقف من الحقوق الكردية، صار يتباكى على مكتسبات كردستان العراق ويحمل مسعود بارزاني أنه هو المسؤول عن خسارة كركوك واجتياح كركوك وغزو الحشد الشيعي للكركوك. من حتى الإعلام الخليجي، يعني حتى الإعلام العربي يعني وقسم منه يعني كان يتمنى لكركوك أن تصبح إيرانية ولا تبقى بيد الأكراد نتيجة الأحقاد القومية أو النزوع العنصري القومي العروبي، أنه فلتكن للإيرانيين ولا تكن بيد الأكراد، وجرى ما جرى. هذا الضخ الإعلامي وعملية الشيطنة انتقل للإعلام العربي وأيضا انتقل للإعلام العالمي أيضا. مسألة تحميل مسعود بارزاني والديمقراطي الكردستاني مسؤولية ما جرى في كركوك على أنه نتيجة من نتائج المضي في قرار الاستقلال وفي الاستفتاء على استقلال كردستان العراق. هذا المستوى أو هذا التشارك والتعاضد وتحالف الأحقاد بين العمال الكردستاني والاتحاد الوطني وجماعة شاسوار وحركة جوران، يعني تحالف وتعاضد وائتلاف الأحقاد ضد الديمقراطي الكردستاني، تعرض إلى ضربة.
هاي الضربة يعني نتائج الانتخابات أثبتت أنه لا، مش صحيح هذا الكلام. ما زال الديمقراطي الكردستاني يحظى بشعبية وقوة جماهيرية، بل زاد من عدد مقاعده في البرلمان العراقي، وزاد من عدد مقاعده في يعني زاد من شعبيته داخل الإقليم بدليل نتائج الانتخابات. على العكس تماما، اللي استهدفوا الديمقراطي الكردستاني هم الذين أفلسوا. لكن بقيت زمرة شاسوار، هي أيضا سيكون مصيرها مصير حركة جوران. حركة جوران أيضا في بدايتها رفعت شعارات الإصلاح ومناهضة الفساد والعلمانية وكل هالقصص هي، لكن اتضح فيما بعد أنه الفساد أيضا ينخر هذه الحركة، يعني من رأسها وحتى قواعدها. يعني تلك الشعارات أيضا سقطت. نفس الشعارات التي تبنتها حركة جوران الآن الجيل الجديد أو الشباب أو ما بعرف شو لشاسوار عبد الواحد، نفس هذه الشعارات يتبنوها وتتلقف آذان صاغية من قطاعات واسعة، وهذه القطاعات من الشعبية استطاعت إيصال 9 برلمانيين إلى البرلمان العراقي. طبعا كان هنالك قراءات سطحية تتناول، يعني قراءات سطحية وساذجة من الموالين الديمقراطي الكردستاني أنه حزب العمال الكردستاني خسر هذه الانتخابات بدليل لم يحصل أنصاره على أصوات، وفشل ولم يستطع إيصال برلماني واحد للبرلمان العراقي. طبعا هذا كلام في ظاهره صحيح، لكن في جوهره قولا واحدا يعني كلام سطحي وغير صحيح. ليش؟ لماذا؟ لأنه برلماني كتلة برزان شاسوار بشكل أو بآخر هم برلماني حزب العمال الكردستاني وجميل بايك بشكل أو بآخر. يعني لا يمكنني بأن أنظر إلى هذه الكتلة وما تحملها من ضغينة وأحقاد تجاه الديمقراطية. يعني هنالك منطق الخصومة السياسية أو منطق الخلاف السياسي ومنطق الإصلاح، يعني الإصلاح الحقيقي اللي يضع القضية القومية لكردستان العراق ومصلحة إقليم كردستان العراق فوق الاعتبارات الجهوية والحزبية. هذا غير متوفر في جماعة برزان شاسوار. إجمالا أنا أعتقد وهذا رأيي الشخصي أنه الكتلة البرلمانية أو البرلمانيين لجماعة الجيل الجديد أو الجيل هم بشكل أو بآخر موالين ومساندين لحزب العمال الكردستاني. كما ذكرت حزب العمال الكردستاني متغلغل مش بس فقط في ضمن الاتحاد الوطني الكردستاني، لا ضمن أو المتبقي من الاتحاد الوطني الكردستاني، لا ضمن حركة جوران وحتى ضمن الديمقراطية الكردستاني أيضا، سواء على الصعيد الإعلامي أو على الصعيد السياسي أو على الصعيد الجماهيري. حزب العمال الكردستاني تنظيم أخطبوطي متغلغل ضمن الأجسام السياسية الفاعلة داخل كردستان العراق. وبالتالي أنا لست مع وجهة النظر التي تقول لا، يعني نعم تلقى ضربة لكن ليست تلك الضربة القاتلة أو المميتة أو المحجمة والمقوضة لنفوذ حزب العمال الكردستاني داخل كردستان العراق. العمال الكردستاني ما زال يشكل خطرا أمنيا استراتيجيا لكردستان العراق أكثر من داعش، لأنه داعش لم تكن لديها حاضنة، وداعش يعني استطاع الكرد بشكل أو بآخر في إطار التحالف دولي ضد الإرهاب
استطاعوا مكافحة داعش وتقليل من خطر هذا التنظيم الإرهابي. لكن هل يستطيع الكرد أو قيادة كردستان العراق تشكيل تحالف دولي ضد حزب العمال الكردستاني؟ طبعا لا. وليس وارد أيضا حسب ما أعتقد أنه ليس وارد أن يشكل الديمقراطي الكردستاني وقيادة كردستان العراق هكذا تحالف ضد تنظيم يعني مصنف على أنه تنظيم كردي. وبالتالي خطر أو التهديد الذي يشكله العمال الكردستاني لكردستان العراق تهديد خطير للغاية. هذا ليس من باب التهويل، أنا لا أهول يعني أو أزيد من المخاوف، لكن كمتابع للشأن الكردي أحذر يعني من مغبة العبث أو مستويات العبث التي يمكن أن يلجأ إليها العمال الكردستاني داخل كردستان العراق إن استتب له الأمر في سوريا. حاليا يعني معروف مستوى العبث والكوارث التي جرها العمال الكردستاني على الكرد السوريين. منطقة عفرين، رأس العين ومناطق أخرى، وحاليا أيضا ما زالت يعني هنالك تهديدات حقيقية وفاعلة تستهدف المتبقي من روجافا وأقصد شرق الفرات. يعني لا يمكننا الجزم بأن الاتفاق أو ما قيل عن اتفاق مبرم بين قسد أو بين العمال الكردستاني، وليس قسد مجرد أداة واجهة بين العمال الكردستاني والنظام السوري بتغطية ورعاية روسية، أنه هذا الاتفاق سيجنب المنطقة احتلال أو غزو تركي فاشي وشيك. هذا الاتفاق لا يمكننا الجزم بأنه سيجنب هذه المنطقة كوارث ومآلات هكذا غزو واحتلال فاشي تركي أبدا. ما زالت المخاطر محدقة إن استتب الأمر للعمال الكردستاني، وهذه يعني من عادات وتقاليد هذا الحزب. إن استتب له الأمر يعني يحاول أن يفتح لنفسه ممرات ومناطق نفوذ أخرى في مناطق أخرى، وستكون يعني كردستان العراق هي الهدف القادم لحزب العمال الكردستاني في حال حافظ على نفوذه وكينونته ضمن سوريا ويعني مآلات الاتفاق المبرم أو ما توصل إليه بين العمال الكردستاني والنظام السوري مؤخرا. مقصدي من هذا الكلام الجزم والنظر على أنه حزب العمال الكردستاني تقلص حجم نفوذه في كردستان العراق، وبالتالي تقلصت المخاطر التي يشكلها العمال الكردستاني على كردستان العراق. تلك التقييمات يعني أقل ما يقال فيها أنه سطحية وساذجة، ولا تعي خطورة وفهم أخطبوطية هذا التنظيم المتشعب يعني على المستوى الأوروبي، على المستوى الكردستاني، في كردستان إيران، في كردستان العراق، وفي كردستان سوريا، وحتى في كردستان تركيا. تنظيم ممكن يعني ارتكاب الكثير من الكوارث والويلات ولا يرف له جفن ويبرر. لديه تلك القوة والقدرة من الموالين ومن المؤازرين والمحازبين الذين سيقلبون هذه الكوارث والخيبات والاستهدافات إلى انتصارات وإلى ضرورات السياسة، والضرورات تبيح المحظورات، ومن هذا الكلام. مقصدي من هذا الفيديو أنه ما جرى في الاتحاد الوطني الكردستاني لا يمكن الجزم بأنه سد الأبواب أمام نفوذ العمال الكردستاني، لا، على العكس هنالك
يعني قوة مؤثرة فاعلة للعمال الكردستاني داخل الاتحاد، داخل جوران، وحتى داخل الديمقراطي الكردستاني، وربما حتى داخل التيارات الإسلامية الكردية أيضا. قلتها وأكرر قياسا على يعني حجم الجريمة البشعة التي ارتكبها لاهور شيخ جنقي وزمرته فيما يتعلق بتسميم قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني. أنا لا أستبعد أبدا أن يكون الراحل كوسرة رسول أحد ضحايا هذه الجريمة، وأطالب يعني بإعادة فحص رفاته أو جثمانه ليتبين الشك من اليقين. ليس هذا وحسب، أكرر لا أستبعد أيضا أن تكون وفاة الرئيس العراقي السابق وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني ومؤسسه السابق جلال طالباني، لا أستبعد أبدا أن تكون وفاته أيضا نتيجة الاغتيال بالسم، سواء من قبل إيران أو من قبل أطراف داخل الاتحاد الوطني الكردستاني وزمرة لاهور شيخ جنقي تحديدا، بما تمثلها من مصالح إقليمية إيرانية في الاتحاد وفي العراق وفي كردستان العراق. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.